طبعا من اكتر الافكار اللي بتستنوها هي الافكار اللي بتكون بعلب لبن الاطفال، علشان بيكون عندنا كمية منها فبنكون عايزين نستغلها. انا غسلت العلبة، ومهم جدا العلب بتاعت لبن الاطفال لما تغسليها تنشفيها كويس جدا عشان ما تصديش معاكي. وبعد كده جبت الاستيكر الخشبي وبدأت الزقه على العلبة بعد ما خدت المقاس بنفس الطريقة دي كده. حلو على المعدن ان الاستيكر بيثبت كويس جدا، وفي نفس الوقت بنعرف نخرج الهواء بكل سهولة، يعني مش بيبوظ معاكي. خلصتها كلها بالشكل ده. بعد كده نفس اللي انا عملته على العلبة هعمله كمان على الغطا. الغطا بقى بتاع علب اللبن احلى حاجة فيه ان هو خفيف جدا، فمش هنحتاج قطر وهيتقص معانا بالمقص. انا كده كنت خلصتها. حبيت بقى ان انا احط فيها اللمسات اللي انا بحبها، الستايل البوهو او خيط الخيش عموما. جبت خيط الخيش الزجزاج في قطن ده، وبدأت ان انا اثبته على الطرف بتاع الغطا، وعملت نفس الحركة دي كمان من تحت علشان يعني يبقى فيه تاتش كده ما بين العلبة وما بين الغطا، ويبقى شكلها كمان احلى. انتوا هتشوفوا بعد ما خلصتها كلها شكلها كده بقى احلى. وكمان عملت القاعدة. وبعد كده جبت القلم بقى وحددت علشان احنا هنعمل دلوقتي حصالة. الحصالة دي انا شفتها على شيء انه بتتباع غالية، احنا عملناها من غير ولا جنيه. انتوا بجد مش متخيلين انا مبسوطة بيها ازاي، لان شكلها يبقى شيك ان انا احطها في اي مكان وما بقاش متضايقة من شكلها خالص. ما تنسيش تكتبيلي رأيك وقوليلي هتطبقيها ولا لا.